في أعماق الغابة، يكتشف مستكشف شاب يدعى ماكس خريطة مخفية تؤدي إلى كنز أسطوري. السلام عليكم. حلقتنا اليوم حننتقل إلى موقع حول النص إلى قصة كاملة بطريقة الذكاء الاصطناعي. هذا الموقع نعطيه مفاتيح القصة ويكتب لنا القصة كاملة مع المشاهد والشخصيات. حنتكلم أيضا عن المونتاج والترجمة وإنشاء شخصيات ثابتة في القصة. لكن قبل ما نبلش لا تنسى الصلاة على النبي ويلا بينا نبلش. أولا نذهب إلى أرتفلو ونسجل الدخول، ثم نذهب إلى ستور ستوديو وننتقل إلى مي. نضغط على هلوب، نضع هنا الكلام الذي نريد مفتاح القصة. نذهب إلى ترجمة جوجل ونضع على عنوان القصة أنا سأكتب مغامرات في الغابة. ثم ننسخ النص ونضعه هناك. نضعه هنا. بعد التالي ثم نضع النص ذاته. نضغط التالي ثم نختار ستوري. نضع النص ذاته. نضغط إنشاء. لقد أصبح لدينا الآن قصة كاملة مع الشخصيات. ننسخ النص لأننا سنحتاجها. بعدها نضغط إنشاء ونختار قياسات الفيديو. نختار شكل الشخصيات. سأختار أنا 3D كرتون ونضغط إنشاء. هذه هي لقطات الفيديو. نضغط التالي وهنا أصبح لدينا المشاهد مع النص. طبعا يمكنك اختيار الصورة، هناك صورتين تختار منهما، وهذه جميع الشخصيات مع النص. بعدها نختار اكسبورت بعد أن عجبنا الفيديو. أصبح لدينا الآن فيديو جاهز. In a jungle shrouded in mystery, a curious explorer. إذا عجبك الفيديو تضغط على داونلود. أردد أن تحمله مع الترجمة الإنجليزية أو بدون ترجمة. أنا سأحمله بدون ترجمة لأن سأحوله للغة العربية. الخطوة الثانية نذهب إلى ترجمة جوجل ونضع النص الذي نسخناه ونحوله للغة العربية. ثم ننسخه. ثم نذهب إلى موقع مايك مونستر لإنشاء تعليق صوتي. هذا الموقع مجاني يسمح لك أن تضع 300 كلمة في المقطع. سنقسم المقطع. بعدها ننشئ التعليق بصوت فتاة والعمل الجماعي وإثارة المنافسة. نستمع للصوت. إذا أعجبنا في أعماق نضغط على الغابة، داونلود. يكتشف مستكشف شاب يدعى ماكس. بعدها ننتقل إلى تطبيق كاب كات ونقصر مدة الفيديو على مدة الصوت. وبعدها نذهب إلى ترجمة تلقائية. نحول اللغة العربية. ننتظر ليكمل التحميل. وهكذا أصبحت النتيجة. في أعماق الغابة،
يكتشف مستكشف شاب يدعى ماكس خريطة مخفية تؤدي إلى كنز أسطوري. بينما يتبع ماكس الخريطة، يقع بطريق الخطأ في فخ، مما يؤدي إلى إطلاق إنذار عالي يتردد صداه عبر الغابة. يحاول ماكس المذعور إلغاء تنشيط الفخ، لكن جهوده تزيد من صوته وتجذب انتباه مجموعة من القرود المؤذية. تبدأ القرود في تقليد صوت الإنذار، مما يسبب الفوضى والارتباك في الغابة مع انضمام المزيد من الحيوانات إلى الضوضاء. في محاولة يائسة لوقف الفوضى، يبدأ ماكس بعزف نغمة مبهجة على الهارمونيكا الخاصة به ليفاجئ الحيوانات ويسكت الإنذار. تجتمع الحيوانات المنبهرة بالموسيقى حول ماكس وتقوده إلى الكنز المخفي، والذي يتبين أنه مزمار سحري. يكتشف ماكس أن الناي السحري لديه القدرة على التواصل مع الحيوانات، ويتعهد باستخدام قدرته المكتشفة حديثاً لحماية الغابة وسكانها. مع وجود الحيوانات إلى جانبه، يغادر ماكس الغابة حاملاً الناي وشعور المغامرة في قلبه. إذا عجبك الفيديو تضغط على اكسبورت، وهكذا أنشأنا الفيديو بالذكاء الاصطناعي من خلال النص. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك، والسلام عليكم.